رقم 3، البقاء في زون الخيال. صدقوني السبب ده مهم قوي، مهم قوي، عشان احنا كلنا واحنا بنتعلم مش بناخد بالنا منه اصلا. الخيال اللي مع الاسف في ناس كتير جدا من رواد اللغة الانجليزية بيساعدوك على دوت. وانا بوجه الرسالة دي اولا للمدرسين بتوع اللغة. انتوا عليكوا عامل كبير جدا في ان الشخص المتعلم بيعيش فترة طويلة جدا في الخيال، وبعد كده فجأة وبدون اي مقدمات بيصطدم بالواقع. اول لما بيصطدم بالواقع اللي بيحصل له ايه ده؟ انا فاشل. هو ليه قال كده؟ عشان الخيال اللي كان عايش فيه كان مهيأ له وكان مصور له ان في ناس عدت بنفس الظروف اللي هو عدى بيها، عدت بنفس الوقت، عدت بنفس الطريقة، مع ذلك الناس دي تفوقت عليه بمراحل، بينما ده مش حقيقة ومستحيل يكون حقيقة. اطلع من زون ومنطقة الخيال، عيش في الواقع. طيب ابو السيف انت قصدك ايه بالكلام ده؟ بص، كتير مننا بيبحث ازاي هتعلم اللغة، فبيلاقي فيديوهات من قبيل ازاي تتقن اللغة في 13 يوم، ازاي ب100 جملة هتعرف تتكلم. مفيش الكلام ده. الكلام ده ممكن يكون من باب التشجيع، ومش هيمشي غير مع 10% بس من متعلمي اللغة. الناس اللي هم كده كده مش بيتأثروا بحتة اصطدام الخيال مع الواقع، ودول قليلين جدا جدا في البشر. عشان كده اطلع من زون الخيال، خليك واقعي. اعرف اولا ان دي لغة حجمها كبير، محتاجة وقت، هتاخد منك مجهود، هتاخد منك تعب. انت هتبقى عاوز تنام مش هتنام، انت هتبقى مصدع ومع ذلك هتذاكر. هتمر بكل دوت وهتتغلب عليه، وفي الاخر هيبقى عندك لغة، وده هيشجعك تخش في اللغة التانية والتالتة وانت بقى طموحك. انما ما تعيش في الخيال ابدا. سيبك من ال10% اللي يقدروا يعيشوا في الخيال ومع ذلك يتجاوزوا الواقع. دول مش مقياس لينا، دول ربنا مديهم هبة معينة وحارمهم من هبات تانية، فبالتالي ما تعيش في الهبة بتاعتهم وتسيب هباتك انت. اطلع من زون الخيال، اطلع من زون الخيال.